من المواقف المضحكه المبكيه المحزنه لنادي الزمالك، هل لك ان تتخيل ان عبد الله السعيد اتصل بالمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بيقول له يا كابتن هشام، اللعيبه كلها مجمعه وقالوا لي وبلغوني ان احنا نفسخ عقودنا مع نادي الزمالك، بصفه ان عبد الله السعيد هو اكبر لاعب سنا في نادي الزمالك. اللعيبه قالوا له احنا عايزين نفسخ عقودنا جميعا لان اللعيبه يا كابتن هشام مش قادره تفول البنزين بتاع العربيه بتاعتهم عشان يجوا النادي يتدربوا او يجيبوا حاجاتهم الخاصه ومستلزماتهم مع الاهل لاهلهم واسرهم. انتوا يا جماعه متخيلين؟ فشيء محزن جدا. وطبعا عبد الله السعيد عمل الارم وانذار وخط احمر لنائب رئيس نادي الزمالك المهندس هشام نصر، هم يتصرفوا عشان الوضع الفتره القادمه ان ممكن نادي الزمالك يقعد من غير لعيبه، الفرقه تفضى. فده طبعا شيء يحزن جدا يا جماعه صراحه. وكمان وزاره الاوقاف المصريه تعزل او بتشيل الخطيب وامام مسجد نادي الزمالك من منصبه وبتوديه فرع الشيخ زايد بالنادي الاهلي. يعني حتى وزاره الاوقاف كانهم هم اهلاويه ولا مش بيغمضوا جراح جمهور نادي الزمالك وبيخلونا ان احنا نضحك ونزعل في نفس الوقت عليهم، ان هم بيشيلوا الخطيب وامام المسجد بتاع نادي الزمالك وبيخلوه يروح الشيخ زايد فرع النادي الاهلي هناك. فيا جماعه شيء غريب جدا. كان الله في عون نادي الزمالك، الجمهور المحترم اللي هو محروق الدم وصابر سنظل اوفياء. الخبر اللي بعده يا جماعه، يوسف بالعمري لاعب نادي الرجاء المغربي هو تعاقد مع النادي الاهلي 4 سنين، جبهه شمال، بيلعب باك شمال مع المنتخب المغرب الان في كاس افريقيا. دي الصفقه الوحيده اللي اتعملت. اولا انا نسيت اقدمكم بنفسي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم هيثم كروي السينمائي من حل الكره والسينما مع بعض. يا جماعه صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتركوا في قناه اليوتيوب. واحنا قلنا والله كتير ان اليوتيوب قال الاشتراك في القناه مجانا يا يوتيوب، مش هتخسروا اي شيء. لو عجبك الفيديو دوس لايك، واصحابنا في التيك توك يشتركوا في قناه اليوتيوب، يخشوا على اللينك ويشتركوا في قناه اليوتيوب بقى. احنا طبعا بنحل الكوره والسينما مع بعض يا جماعه، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا قلنا يسرب طلع وقال ان انا مش عايز حامد حمدان، الله اعلم، بس احنا بنقول المصادر المقربه بالظبط كل اخبار حصريه، بحيث ان هي حامد حمدان مش عايزينه على اساس ان هو راح بقى خلاص بيراميدز فاحنا مش عايزينه. الخواجه ما كانش عايزه، الله اعلم، لكن احنا بنقول لكم يا جماعه الحاجه اللي حاصله بالظبط تحديدا. وطبعا الخواجه قال ان احنا طبعا عندنا اللاكي بالنسبه للمهاجمين، اما هم اتكلموا على بريما ديباتي المهاجم الكوتيفواري ما حصلش الصفقه، واللي هو اوبو لولو اللي هو المهاجم الكونغولي، والمهاجم بابلو الصباغ السوري طبعا الاهلي رفضوا عشان هو خاطر مطرب راب وما ينفعش يكون في مطرب راب في النادي الاهلي. اضافه كمان ان النادي الاهلي عايز مدافع، حتى مدافع محلي افضل من مدافع افريقي عشان حتى الافريقي ينفعهم في المهاجمين. فالنادي الاهلي عايز مدافع اسمه هادي رياض اللي هو المدافع بتاع نادي بتروجيت. وايوب الكعبي مش هيجي النادي الاهلي يا جماعه